ترفض أي حلف جاء مزاجيا أو انفعاليا. ليكن صريحين، ليش رفض الاتحاد الخليجي؟ ما مدروس. قضية عملة واحتاجوا لها سنين طويلة، قضية تقرير مصير في لحظة واحدة تخرجنا قالنا وقعوا. وبالتالي القيادة الحالية لها إرث ترتكز عليه. الإمام أحمد سعيد صح، الفرس خصوم كانوا، قام بالتحرير، والعثمانيون والصفويون أعداء، خلص البصرة. لكن بعد ذلك ما دخل الإمام أحمد سعيد في حلف مع العثمانيين ضد الفرس، وإن كان قاتلهم من قبل. الإمام أحمد هو حرر بلاده وكفى، لا يدخل في أحلاف كيدي. نفس القيادة اللي تكرر الآن. ليش أنا أدخل في حلف كيدي لأني مناوئ لإيران؟ ليست هناك عداوة دائمة ولا صداقة دائمة. هذا يعطينا أيضا قضية. أيضا نحن إذا أردنا نعرف السياسة الحالية، ليش القيادة الحالية ناجحة في علاقاتها الإقليمية والدولية؟ هذا المضيق ليش محفوظ؟ حرب الخليج 8 سنوات وما أغلق المضيق، حرب الخليج الثانية وما أغلق المضيق، ثم مناوشات بين أمريكا وبين إيران ومطاردات قوارب، والناس يقول لك يمكن يصل برميل النفط $400 ويقع كساد عالمي. عمان هذه مضيق ما حارستنا بطلاسم بحروز، لكن بإحكام نسج السياسة. هذا لها نظير الآن تقع في عهد جلالة السلطان، لا نظير من زمن الإمام أحمد سعيد. هولندا، بريطانيا، فرنسا، هذه كلها دول أعداء. كيف استطاع يسير الدولة العمانية بهذه الطريقة الإمام أحمد؟ بالموازنة في العلاقات. إيران دولة صاعدة قوية إقليمية، وأمريكا دولة عالمية قطب واحد. فأنت هنا إحكام السياسة، علاقة مع إيران جيدة وهي جار وتشاطرك في المضيق، وأمريكا قوة عظمى وكل يخطب ودها. هنا هي نجاح السياسة. نعود إلى التاريخ نجد أن هذا مسلك أئمة ومسلك سلاطين سابقا. الدولة العثمانية أيضا لما أرسل السلطان سليمان، نسيت هل سليمان القانون أو لا أو قبله، في عهد الإمام بالعرب بن سلطان، نسجت رسالة باسم الإمام بالعرب أنه يتوعد الدولة العثمانية، مع أن الدولة العثمانية قد صارت إلى الرجل المريض فيما بعد. طبعا الإمام بالعرب من باب السياسة، والسياسة إذا دخلها انفعالات ومزاجية فاشلة. نكون صريحين أيضا، ليش دول الخليج دائما متخبطة؟ ليش عمان ما شاء الله واضح هدفها؟ الإمام بالعرب كتب رسالة إلى السلطان العثماني يقول له: لم أخط بيميني هذا الخطاب الموجه إليكم، ولكن عليك أن تشد على من أتى بالخطاب فتقرره ما الذي دفعه أن ينتحل الخطاب باسمنا. ما الذي دعا بالعرب؟ على أن قوة لعارض قوة آنذاك، ليس من خوف. هي فن السياسة التي تجيدها القيادة الحالية وأجادتها القيادة السابقة. هذا لما ندرس التاريخ. أنا أتذكر عندما رفضت عمان الاتحاد، بعض العمانيين قال: طيب ترى هويتكم هذه تضيع، شخصيتكم. دول الخليج بنفسها بعد الفكرة سحبت سفراء من قطر، وعمان رفضت سحب السفراء وعيب عليها، فصارت دول التي سحبت السفراء صارت فيما بعد وعاد سفراء كما كانت عمان تقول. دول قطعت علاقات مع سوريا، عمان ما قطعت علاقة. عمان سحبت سفيرها سحبا أمنيا ولم تسحبه سحبا دبلوماسيا، صح نقلته. الآن الكويت بنفسها فتحت سفارة، وتونس بنفسها صرحت أن خطأ قطع العلاقات. فبالتالي هذا مهم التاريخ، يعني أن تكون علاقة مع خصوم، هذه قل ما ينسجها إلا العماني. ترى هذا ما كلام عاطفي، يعني أنا لما أذكر عن عمد شواهد تاريخية. حتى لما نعود إلى التاريخ، قضية الوساطات، السلطان تيمور بن فيصل لما تقاتل، أظن والشيخ سعيد الدكتور سعيد كتب في هذا غاية السلوان، كتب لما تصارع الملك سعود آل سعود والشريف علي بن الحسين، ما تصيد أهل عمان في الماء العكر،
اختار السلطان تيمور بن فيصل قد السلطان قابوس شخصية ما أيضا لرفع العتب، شخصية قوية، سليمان باشا الباروني، للصلح بين المتقاتلين في الحرمين. الإمام الخليلي أيضا بارك مسعى السلطان تيمور بن فيصل وكتب: وإنا نبارك مسعى السلطان، وزود برسالة أيضا. وتيمور بن فيصل زود سليمان باشا الباروني أيضا برسالتين إلى آل سعود، هذه الملك آل سعود، وأيضا إلى الشريف علي بن الحسين. أنا هنا الآن أدرك ليش هذه القيادة الحالية أيضا ما تدخل في الفتن وتستطيع توازن بين المتخاصمين. عبد ربه منصور يوجه رسالة إلى عمان شكرا لموقفها لأن خرج عن طريقها، وصارت الدشداشة وسيلة إنقاذ أيضا. وبعد أسبوع عبد الملك الحوثي اللي هو خصم عبد ربه منصور يوجه شكر لعمان لأنها ماذا؟ أنقذت قرحى تفجير صنعاء. أنت إذا تلقيت من خصمين لدودين وأجمع الخصمان على شكرك دل على أن سياستك ناجحة، وبالتالي ضروري أن نعيد ما يجري حاليا نقرنه بما مضى. هذا الأمر مهم. النقطة الأخيرة طبعا هنا يعني نحتاج جهد أن نعرف بإرثنا، جهد في مناهجنا، جهد في إعلامنا. لابد يعني هذا التاريخ الناس تطلبه الآن حتى نفسر سر نجاح القيادة الحالية مع فشل وتخبط فيما يجري في دول الخليج. ليش عمان يعني هي جزء من سوق جزء من الخليج، ليش ناجحة؟ ليش قادرة تسوي علاقاتها؟ ليش ما تسيس الناس بانفعالية؟ مرة قطع علاقات مع مصر، مرة ضخ مليارات لإسقاط نظام، مرة ضخ مليارات لتثبيت نظام. عمان ما تدخل في هذا. عمان نجحت في تعاملها أيام حسني مبارك وأنور السادات وهم محسوبين ربما على إيديولوجية رأسمالية. جاء مرسي وهو محسوب على إيديولوجية دينية ما عنده مشكلة. جاء عدلي منصور ما عنده مشكلة. جاء عبد الفتاح السيسي ما عنده مشكلة. دول الخليج هي المضطربة. هذا يجعلني أعرف أن بلادي تقف على أرض صلبة. على العموم أنا أتمنى فقط عذرا للإطالة، أنا أتمنى أن العماني يقرأ ما يعيش على قارع الطريق. يعني اليمن وعمان في الجزيرة العربية وما عداهما لم يكن هناك وجود. كيف أنا كعماني حتى الدشداش المفروض وفاخر بها. أنا أذكر للأسف كنا نلبس شاريش غير عمانية، لولا وجود التوجيهات السامية ربما ما لبسناها. ليش نستحي؟ ليش ما أتكلم بلهجتي؟ فبالتالي ليش نحن نشعر بضعف؟ إذا كان شخص جديد ما عنده إرث أو يريد يأخذ إرثي ويفاخر، أنا الأولى أن أفاخر بإرثي وتاريخي.